هنرجع بقى لاستعداد سمارت ورحله الصعود. طبعا السنه اللي فاتت كانت رحله قبل ما ندخل في السنه دي. يعني انا شايفك بتبقى واقف على الخط بتوصل رساله. هل الرساله دي مستمده او متفق عليها من الجهاز الفني، ولا ده بيبقى اجتهاد منك انك انت مش عايز تخرج على النص، واحيانا لما بتخرج على النص بيبقى لمصلحه الفرقه؟ قول لي ايه اللي بيحصل. هو انا ببقى على اللاين عصبي شويه. تمام. حتى اللعيبه اتعودوا على كده معايا خلاص، ان انا وقفه اللاين ديت بيبقى فيها شويه عصبيه شويه عليهم. لان احنا مش هينفع نادي سمارت في المرحله دي ان انا اتعادل ماتش في الدرجه ديت او اخسر ماتش في الدرجه دي او التهاون يحصل. ما عندناش دوت. طبعا التوجيهات اللي بتحصل جوه الجيم، كابتن طبعا اسامه يوسف بيبقى انا اشتغلت معاه 8 سنين، فبالعين ببقى عارف هو عايز يقول ايه. وساعات بيبعت معايا كابتن حسين كمال يقول لي يا كابتن ده في كذا اعمل كذا. فبيبقى في اتفاقات بيننا وبين بعض في اوضه اللبس. اديها كذا هنغير كذا. طب احنا لو كسبانين واحد هنعمل ايه؟ طب لو كسبانين 2 هنعمل ايه؟ طب لو متعادلين لاخر دقيقه هنعمل ايه؟ هنغير طريقه اللعب ازاي؟ فدي تحضيرات للجيم بنشتغلها انا وكابتن اسامه وباقي اعضاء الجهاز. حسب ظروف الملعب بنبتدي نشتغل عليها. فهتلاقيني انا شويه في الملعب. حتى هم يعني يوسف من اقرب اللعيبه ليا طبعا. عارف لما بندهه في الملعب. ويوسف يعتبر مش كابتن فرقه بس، يعني يوسف يعتبر حلقه الوصل ما بين الجهاز وما بين الفرقه. يعني بديله توجيهات هو بينفذها في الملعب مع طبعا باقي اللعيبه، بس طبعا يوسف رقم واحد في الحته ديت. فهو مشروع مدرب كويس قوي ان شاء الله. لا هو وكمان حلقه وصل جميله، يعني باعتبار ان هو صلته المقربه لمجلس الاداره، لان طبعا هو لعيب عنده خبرات. قول لي ازاي بتوصل الرساله بين مجلس الاداره ومرورا بالجهاز الفني وانتهاء باللعيبه؟ والله يا كابتن احنا زي ما انت حضرتك عارف ومن السنه اللي فاتت احنا كلنا منظومه ما شاء الله متكامله. وبعدين هو السر في النجاح ان انت يبقى كل افراد المنظومه كلهم متعاونين في الحته اللي حضرتك بتتكلم فيه. فانا بالنسبه لي انا بتعامل مع اللعيبه مش موضوع كابتن بقى وفارض، لا هو انا بتعامل معاهم برضو ان انا اخوهم الكبير ولعبت برضو في خبرات وبتاع. وفي حاجات ممكن انا اقدر احلها في اوضه اللبس ما فيهاش اي مشكله. مش لازم كل حاجه في اوضه اللبس لازم توصل للجهاز الفني او مجلس الاداره، غير لو الموضوع كبير وخارج عن سيطرتي. فبيبقى في تدرج لو بيبقى في مشكله لازم يبقى في تدرج مني للجهاز الفني او من الجهاز الفني لمجلس الاداره. وانا بستغل الفرصه دي انا عايز اشكرهم بصراحه، يعني من مجلس الاداره يعني مش يعني انا لعبت دوري ممتاز ما شفتش معامله ولا اهتمام زي اللي شفتهم منهم. يعني حاجه ما بتحصلش. فعشان كده درجه التفاهم بيننا وبين بعض يعني ايه خلاص بقت بالعين. يعني حتى الكابتن خميس دلوقتي بيتكلم في نقطه بتاعه الخط، انا ساعات بطلب منه يا كابتن لما الاقي رتم الدنيا يا كابتن وجودك على الخط مهم جدا، لان احنا خلاص بقت في كيمياء بيننا وبين بعض. لما بيبقى واقف وبيوجه وبيزعق وبتاع فبتحس ان انت لا لازم ادخل جوه الماتش بسرعه. عشان كده هو بيقول يوسف اقرب الناس، عشان عارف هو لما بيقف يبقى الدنيا في الملعب مش متظبطه. فلا يعني خلي بالك بقى ان احنا بقالنا مثلا قد كذا مش موجودين. فابتدي بقى ايه فابتدي بقى اشتغل معاهم بالوقت في الملعب. يعني بقول لهم مثلا احنا بقالنا 7 دقايق ما ركبناش الجيم. فازاي 7 دقايق؟ فهم عرفوا ده خلاص بقى. بقالنا دلوقتي 12 دقيقه ما رحناش على الجون، ما ينفعش. فانت حتى ده في شغلنا في الملعب، في الشغل في تحضير الاسبوع بتاع الماتش بنشتغل على ده. مثلا بنشتغل عندنا ربع ساعه النهارده، في الربع ساعه دي وصلنا كام مره للجون، جبنا كام جون. يوسف النهارده انت وصلت كام مره؟ فده بنشتغل بيه. بتيجي مثلا في اول ايقاف لم الناس يا جماعه احنا دلوقتي بقالنا قد كده ما رحناش للجون، مش هينفع. فدي بتبقى كيمياء زي ما قال يوسف، واللعيبه خلاص خدت على ده معايا، بيبقوا عارفين دوت كويس قوي.